الكلام اللي هقوله النهاردة يمكن أول مرة نتعمق فيه بالشكل ده. أنا شخصيا عمري ما حاولت إني أحكي عنه بالشكل ده، وده السبب اللي خلاني أعمل حلقة عنه النهاردة. يمكن حد فيكم يكون عنده تفاصيل أكتر، يمكن نوصل مع بعض لفهم أوسع، لكن الأكيد إن اللي هنتكلم فيه مش بعيد عنك. ده موضوع بيخص ناس كتير مننا، يمكن يكون بيخصك انت شخصيا، ولو ركزت في اللي هقوله هتلاقي نفسك فعلا كل اللي بقوله بيحصل ومن زمان، وهتتأكد بنفسك أول ما نبدأ الحلقة. احنا طول الوقت فاكرين إننا شايفين كل حاجة حوالينا، لكن الحقيقة اللي العين مش شايفاه أكبر بكتير من اللي شايفاه، واللي مش شايفه هو اللي بيحركك من غير ما تاخد بالك. اوعى تفتكر ان عينك بتشوف كل حاجة، عينك بتشوف اقل من 1% من اللي موجود حواليك. العين بتلقط جزء صغير جدا من الموجات الضوئية، الباقي مش شايفينه. لكن هل معنى كده ان عقلك مش بيتأثر؟ لا، بيتأثر. في ألوان وإشارات وذبذبات عقلك بيستقبلها من غير ما عينك تحس، وده بيخليك تاخد قرارات غريبة من غير سبب واضح. تخيل مثلا إنك داخل محل، والمحل مشغل موسيقى معينة بسرعة 80 إيقاع في الدقيقة. إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك ماشي أسرع، بتشتري أسرع، بتخلص أسرع. ولو نفس المكان شغل موسيقى هادية بطيئة، هتلاقي نفسك قاعد بتطول وبتشتري أكتر. الناس دي مش سايبة حاجة للصدفة، ده علم اسمه نيورو ماركتينج أو التسويق العصبي. يعني بيدرسوا ازاي يأثروا على دماغك من غير ما تاخد بالك، والنتيجة انت فاكر انك اشتريت بإرادتك، بس الحقيقة انك اندفعت دفع. في تجربة اتعملت زمان، عرضوا فيلم في السينما وحطوا جملة نص ثانية في الكادر: اشرب بيبسي. الجملة اتعرضت بسرعة جدا، أسرع من إن عينك تلاحظ، لكن العقل الباطن سجلها، والنتيجة مبيعات البيبسي زادت في نفس اللحظة في السينما. عارف يعني إيه؟ يعني ممكن حد يزرع لك فكرة من غير ما تشوفها أصلا، تقوم تلاقي نفسك بتنحاز لمنتج أو بتاخد قرار وتفتكر إنك اخترت، لكن في الحقيقة أنت اتبرمجت. وده مش بيقف على الإعلانات بس، ده بيحصل في السياسة وفي الإعلام وفي السوشيال ميديا. ممكن صورة، كلمة، حركة بسيطة تغير اتجاه شعب كامل. انت عمرك سألت نفسك ليه المطاعم الكبيرة دايما ألوانها أحمر وأصفر؟ الأحمر بيفتح الشهية، والأصفر بيدي إحساس بالسرعة. يعني كل ما تشوف اللوجو دماغك تجهز نفسها إنها جعانة. ليه في المولات الكبيرة مثلا بتحس بالدوخة؟ لأن تصميم المكان معمول يلففك حوالين نفسك، يخليك تمشي أكتر فتشتري أكتر. حتى الروايح بيتحكموا فيها، في محلات بتعطر الجو بعطر مخصوص في الهواء يخليك تحس بالراحة وتفتح محفظتك بسهولة أكتر. احنا فاكرين إننا أحرار، بس الحقيقة إننا ماشيين على خريطة حد تاني رسمها. طيب كل ده حلو، بس الأغرب الموضوع بيمتد لحد العلاقات. في ناس أول ما تقعد معاهم تحس براحة، وناس تانية تحس بضيق غريب من غير سبب، لأن مخك بيلقط إشارات دقيقة جدا: نبرة صوت، لغة جسد، حتى اتساع بؤبؤ العين. إشارات أنت مش واخد بالك منها، لكن عقلك الباطن قاريها كويس. عشان كده أوقات بتقول أنا مش مرتاح لفلان من غير ما يكون عمل حاجة واضحة. العقل الباطن شايف اللي عينك ما شافتوش. الخلاصة إنك مش عارف قد إيه في حاجات بتأثر فيك وإنت مش واخد بالك. اللي العين مش شايفاه هو اللي بيحركك في الغالب: إعلانات، موسيقى، أماكن، ناس كلهم عارفين إزاي يخطوا عقلك اللي مستخبي.
السؤال هنا، هتفضل ماشي بالنظام اللي محددينهولك، ولا هتبدأ تفتح عينيك وتوعي عقلك؟ اللي مش واخد باله من التفاصيل هيفضل طول عمره لعبة في ايد غيره، لكن اللي يصحى ويبص ورا الكواليس عمر ما حد يقدر يسيطر عليه. وافتكر القاعدة دي، اللي شايف نص الحقيقة بينضحك عليه، لكن اللي بيدور على النص التاني هو اللي بيعيش حر. عشان ما اطولش عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.